اخواتي الشباب الجمال، رجعت لكم فيديو جديد ووحشتوني جدا، وان شاء الله تبقى دي العوده بتاعتنا وتبقى عوده قويه جدا. بس ما تنساش قبل ما نبدا تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتوحد الله وتصلي على التحدي بتاعنا 1000 متابع بنهايه السنه، ولازم نوصل للتحدي ده يا جدعان قبل السنه نقفل 1000 متابع. وكمان عايز اطلب منكم طلب، عايز بعد العوده ديت الريتش يبقى في حته تانية، لان الريتش في الفتره الاخيره كان واقع جدا. ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. نتكلم يا جدعان النهارده عن احوال النادي الاهلي اللي ما بقتش عجبانا كلنا في الفتره الاخيره، بسبب بقى اللعيبه وبسبب الاداره وبسبب المدرب وبسبب حاجات كتيره قوي ترتبط عليها اللي انت تشوف الاهلي في المكان دوت. ايه اول حاجه ترتبط عليها؟ فشل الاداره. فشل الاداره بقى بيجيب اي صفقه تيجي قدامه والسلام، مش مهم صفقه هتفيد الاهلي او مش هتفيد الاهلي، لا هو ما عندوش الكلام ده. هو اهم حاجه تبقى صفقه كيديه، زي امام، زي زيزو، زي بن شرقي، زي كهربا قبليهم. فاحنا دلوقتي الصفقات دي كلها انا مش شايف منها المردود الجامد الا من امام عاشور بس، وامام عاشور كده كده هيسيبك في نهايه الموسم، فهي تبقى خربت من كله. تعالى بقى على بن شرقي. بن شرقي هو كده كده مخلص، يعني انت كده كده بن شرقي انت ما بتشوفش منه الرجا في ارض الملعب، ما بتشوفش منه اداء في ارض الملعب، فهو كده كده يعتبر لاعب منتهي اساسا. زيزو، انا مش شايف من زيزو الكواليتي المختلف اللي احنا قلنا هنشوفه من زيزو في الفتره من بعد ما يجي الاهلي. انا عارف مع الزمالك هو ما كانش بيبقى وحش، هو كان بيلعب في الريت بتاع 7، يعني ولا بيطلع 10 ولا بينزل 5، هو بيلعب في ريت 7. فقلنا لما يجي الاهلي هيبقى 10 على طول، لا هو بيلعب في نفس المكانه. فهو ده اللي احنا كنا خايفين من زيزو، بسبب اللي انا عارف اللي هو مش هيجي هيدي الاداء العالي للنادي الاهلي او اللي النادي الاهلي مستنيه. فانت عندك 3 صفقات، لو كنت حطيت فلوسهم في لعيبه تانية او المرتبات بتاعتهم في لعيبه تانية كنت دخلت كواليتي للفريق ما شفتوش قبل كده. ده مثلا وسام ابو علي اللي انت مشيته، لو كنت اديته مرتب كويس كان بقى معاك وكنت حصدت كل البطولات. انت طلعت بموسم صفري لان انت مشيت لعيبه ما كانش ينفع تمشي. اولهم علي معلول اللي كان لسه قادر يديك سنتين على الاقل او سنه يا سيدي على الاقل، عمرو السوليه اللي ما كانش ينفع يمشي ليك كابتن جوه الملعب وبره الملعب، وسام ابو علي اللي ما كانش ينفع تفرط فيه على الاطلاق، حتى لو كان طلب مرتب اعلى شويه كنت تديله لان هو لاعب فعلا استثنائي داخل القاره كلها. دي الحاجات اللي ادت للنادي الاهلي يبقى في المكانه الوحشه دلوقتي، والاداء السيء جدا اللي النادي الاهلي بيقدمه، لان اللعيبه اللي انت جبتها ديت هي مش بتفكر في الاداء في الملعب، هي بتفكر في الفلوس. ده بياخد اعلى مني فانا المفروض اخد اعلى مني لان انا نجم وهو نجم، فاحنا المفروض نتساوى او ناخد اعلى من بعض. فدي دلوقتي اللي داير داخل غرفه ملابس النادي الاهلي. انما تعالى للاداء ونبص للاداء، طب احنا بنخسر، احنا بنتعادل، احنا منين ب 60 نيله، احنا ما بنلعبش كوره، مفيش. فعشان كده حاليا ما عادش في انتماء لفانيله النادي الاهلي. يعني انت عندك مين هو اللي انت جبته صفقه اشيد بيها الفتره الاخيره؟ هو تريزيجيه. انما كل الصفقات اللي انت جبتها في الفتره الاخيره ما بتلعبش، من زيزو، امام عاشور، بن شرقي، التلاته انت مش شايف منهم اداء. طب تعالى على الجانب الاخر، الجزار مش شايف منه اداء. انت اصلا جايب الجزار ده وهو مصاب، يعني انا ما اعرفش ازاي النادي الاهلي دخل الجزار جوه النادي الاهلي وهو مصاب، ما دي كارثه. ما دي بقى تبين لك ان النادي الاهلي عايز الصفقات دي عشان ما تروحش بيراميدز والزمالك. نتكلم بصراحه بقى، يعني فكك، لان الاداره اثبتت فشلها بشكل كبير جدا. انت تعالى كده فنط لي الصفقات اللي دخلت النادي الاهلي، فنط 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 فنط، هتلاقي تقريبا هم 2 اللي اشتغلوا معانا، هو اسامه ابو علي وبيرسي تاو. وبيرسي تاو كان بحالات، يعني كل الصفقات اللي دخلت النادي الاهلي في عهد محمود الخطيب 90% منها كانت فاشله، ما اثبتتش اي كفاءه مع النادي الاهلي. فهل احنا عندنا في الحكايه ديت؟ حتى المدرب، يعني تعالى كده نتكلم عن المدرب. انت جبت مدرب ما لا يفقه شيء في كره القدم، يقول لك ده انا محتاج 5 سنين عشان اظبط فريق، وانت جاي تدرب النادي الاهلي ومحتاج 5 سنين؟ ده انت معاك احسن لعيبه في افريقيا، ده انت المفروض اصلا اي فريق في القاره تاكله رايح جاي مستريح. تعالى بقى نتكلم عن الماتش اللي فات، ماتش من قلب 60 نيله. سيراميكا كانت مقفله بتلعب على المرتدات، عرفت تخطف هدف، وكان في الدقيقه الاخيره كانت تقدر تخطف هدف كمان بمنتهى السهوله، كوره بس هي قلشت من اللاعب فوق العارضه، فكانت سيراميكا قادره تكسبها بكل سهوله. تعالى انت بقى انت عملت ايه في الماتش؟ اللعيبه قبل المباراه قالت ايه؟ قالت ده احنا هتشوفوا اداء مننا غير اللي انتوا شفتوه في المرحله اللي فاتت. تعالى بقى في ارض الملعب الاهلي ما جاش، مش هو نفس الاداء البهتان، هو نفس الاداء اللي اللعيبه اصلا مش قادره تشيل نفسها ولا قادره تشيل الكوره ولا قادره تلعب كوره ولا قادره تعمل اي حاجه في الملعب. اللعيبه ميح صفر اداء، مفيش اي حاجه. بالاضافه للي انت معاك مدرب ولا عارف يعمل تبديلات ولا عارف يحط تكتيكات ولا عارف يتنقل ب 60 نيله، مدرب ميح، مدرب على الابيض، سيراميكا، مدرب سيراميكا من هنا، مفيش اي حاجه. عندنا مكملين في الهبل ده كتير. يعني انا بالنسبه لي في لعيبه كتيره لازم تمشي من النادي الاهلي، لان النادي الاهلي
محتاج يعني يتفرمط. شفت لما بفرمط التليفون كده، الاهلي محتاج يتفرمط، واولهم المدرب ده يمشي، لان خلاص كده. انا كان من رايي اللي احنا نمشي مدرب زي ده ما لا يفقه شيء في كره القدم، ونجيب عماد النحاس يكمل نص الموسم ونسيبه. عماد النحاس من غير اللعيبه دي كان بيكسب اربعات يا جدعان. تخيل بقى بالكواليتي اللي دخله ده كان هيقفل اللعبه. واللي زود الطينه بيلا بقى الحكم، اللي انا معرفش ازاي كوره زي دي يحسبها مش ضربة جزاء. يعني ازاي انت حسبتها مش ضربة جزاء؟ الكرة جاية في ايده مغيرة اتجاه قانوني 100% ضربة جزاء، لا انت شفتها وما حسبتهاش ضربة جزاء. هتعالى تقول لي اصل اللعيبه بتاعتك ما خلصتش واللعيبه بتاعتك ما كسبتش ليه؟ يا عم انا معايا لعيبه عرر، انا معايا لعيبه في ارض الملعب عرر. انا مش ناقص ظلم تحكيمي، يعني انا مش هلاقيها من اللعيبه ولا الاقيها من التحكيم ولا. انا لو خدت ضربه الجزاء دي عشان بس اللي الناس اللي بتلوك كتير، انا لو خدت ضربه الجزاء دي كنت كسبت 2-1، كنت هاخد الثلاث نقط، كنت لسه في المنافسه. بسبب ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش دي انا خرجت بره المنافسه. فانا بالنسبه لي شايف ان في عبث كبير قوي داخل جدران النادي الاهلي، ولازم بنهايه الموسم ده بعد ما طلعت بموسم صفري، بنهايه الموسم ده لازم كل حاجه تتحل، لان احنا كده يعني بنضيع. بجد احنا بنضيع. احنا السنه دي ان شاء الله ولا هنلحق دوري ابطال ولا هنلحق اي حاجه، هنلعب كونفدراليه وطلعنا من كل البطولات. طلعنا بموسم صفري من جميع البطولات. ليه؟ عشان اعتمدت على لعيب عرر وجاب مدرب ملوش دعوه بكره القدم. فقولوا لي بقى انتوا رايكم في الكومنتات، هل اللعيبه ديت لازم تمشي من النادي الاهلي ولا لا، ونجيب مدرب جديد ولا لا؟ مسا رايكم في الكومنتات، والسلام.